مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. امبارح كنت عايزه اعمل معاكم كيكه وللاسف فشلت، فالنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الكيكه زي ما وعدتك يا منى. هنعمل كيكه الفراوله. الكيكه شويه يعني غير الكيكات بتاعه الفراوله المتعارف عليها دلوقتي وكريم شانتيه والكلام ده، مفيش الكلام ده، هنعملها سهله قوي. اول حاجه بس انا بجهز على النار صوص فراوله. ازاي؟ بجيب الفراوله وبشيل منها الجزء الاخضر اللي من فوق ده، وبحطها على النار بتنزل ميتها، وبحط معاها سكر وعصره ليمون كده صغيره، وبسيبها لغايه ما لونها يبقى غامق. جماعه وانا بكلمكم فيروز سهتني واخدت علبه السكر وجابت معلقه وقعدت تاكل فيها، فخلوا بالكم من عيالكم. اول حاجه هتجيب الخلاط. الكيكه كلها هنعملها في الخلاط، هنعمل البيض والمواد السائله وكل حاجه في الخلاط، وبعد كده هنحط الدقيق برضو في الخلاط. انا بحب اسهل على نفسي، مش عايزه خطوات كتير ولا عايزه اعمل لنفسي مواعين كتير. خلاص انا غسلت مواعين الغدا ورطبت ايدي. ممكن بعد اذنك فيروز ممكن بس نهدى؟ مش لازم اتكلم. حاضر، هخليكي تتكلمي. اتكلم. المهم هعمل كل حاجه في الخلاط. اول حاجه بيض، هستخدم بيضه. اوكي، وبعدين هضيف عليها الفانيليا. انا بحب استخدم فانيليا سايده وبحب استخدم كتير، يعني انا بحب ريحه الفانيليا في الكيك ده، فبستخدم فانيليا سايله، وكمان بحب احط من الفانيليا برضو اللي هي الباودر. بحب ريحه الفانيليا تكون قويه في الكيك بصراحه. حطيت بقى برضو، بصوا انا بحب احط مثلا الزيت واحط يعني، وبحب احط كده يعني حوالي معلقه كده من الخل. الخل محسن كيك، يعني محسن خبز عموما، فانا بحب اضيفه على الكيك. كده انا حطيت كل المكونات السايله. هاخد بقى الخلاط واضرب كل المكونات دي مع بعض، وطبعا مراعاه لاذانكم فانا هضرب وارجع، يعني هضرب الحاجات في الخلاط وارجع. انا كده ضربت المكونات السايله. الدقيق بقى، عايزه اقول لكم ان انا كمان مش بنخل الدقيق في كيكه الخلاط دي، بحطه عادي يعني. بصوا انا هحط كوبايه وربع من الدقيق وهضربها وهشوف القوام بتاعها عامل ازاي. وجبت بيكنج باودر، هحط بقى منه كده معلقه كبيره. طيب كده الكيكه بقت جاهزه. اللي هو القالب الصغير ده قالب انجلش كيك عادي، هحط فيه ورق الزبده كده. انا بحب احط فيه ورق الزبده عشان احافظ على القالب، يعني عشان ما يحصلوش اي حاجه، وعشان ما فيش اي حاجه تلزق فيه ولا يتقشر ولا يحصل له اي حاجه. فورق الزبده بيتحط وبيطلع القالب بيكون نظيف. وبرده بحاول كده، وهستخدم بقى بخاخ الزيت كده وهرش القالب كده، وبعدين هنزل بنص الخليط بتاع الكيك اهو. بصوا عادي يعني مش لازم، بس انا عايزه طبقه كيك تكون من تحت، يعني مش لازم نصه بالظبط، عادي يعني ممكن اقل ممكن اكتر زي ما انتوا حابين. اوكي، وبعد كده هرجع لكم تاني. طبعا انا بسخن الفرن، ف يعني خدوا بالكم ان الفرن يكون متسخن قبل ما تحطوا الكيك. وده كده صوص الفراوله اللي انا عاملاه. بصوا ده بيكون شكله. ممكن تستنوا عليه كمان لغايه ما يغمق اكتر من كده، يعني
الصح ان انتوا تخلوه يغمق، بس هو يعني كده لونه حلو قوي. انا يعني عاجبني اللون والقوام ده. هنزل بقى بصوص الفراولة كده في نص القالب، وابدأ كده هوريكم شكل بصوا بدخله جوه الكيك، بخلخله جوه الكيك. هنضف الحته اللي وقعت جوه دي وارجع لكم. بقيه الكيك بقى هنزله فوق الفراوله. وممكن تكتفوا بالحركة دي، وممكن تعملوا صوص فراولة تاني على الوش لو انتوا حابين. يعني هو بيدي طبقة حلوة قوي كده وبتكون طرية وطعمها لذيذ بصراحة، يعني لما بتكون الفراولة كمان على الطبقة اللي على الوش. انا هنزل بس بقية الكيكة ونرجع نشوف هنعمل ايه. انا هكتفي بالفراولة اللي حطيتها بين طبقات الكيكة، وهجيب عصاية شيش طاووق كده وهبدأ اعمل كده في الكيكة. الحركة دي بتخلي بصوا هتلاقوا كده بقى الفراولة بدأت تبان على الوش، فاحنا كده مش محتاجين ان احنا نضيف اي حاجة. كده الفراولة داخله في كل الكيكه تمام. هنعمل خط كده في النص عشان الكيكه تفتح من عنده اهو كده. احنا طلعنا كل الهواء اللي فيها وهدخلها بقى الفرن. ايه رايكم؟ ريحتها تحفه، ريحه الفراوله فيها تجنن. بصوا هي لسه سخنه، يعني انا لسه مطلعاها من الفرن، بس يعني في تركايه كده لما تيجوا تفتحوا الفرن على الكيكه ما تفتحوهوش قبل 20 دقيقة. وطبعا خلوا درجة الحرارة تكون مش عالية، يعني متوسطة عشان ياخد راحته وما يتحرقش بسرعة. وكمان لما الكيكة تخلص وتدخلوا كده عصاية الشيش طاووق كده في النص وتطلع نظيفة وخلاص طفيتوا الفرن، خلوا باب الفرن مفتوح شوية والصينية جوه، ويعني 10 دقايق كده وبعد كده طلعوها. ده بيساعد ان الكيكه ما تهبطش، لان احنا مش هنخليها تصطدم من درجه حراره الفرن لدرجه الحراره اللي بره. بصوا هي مش محتاجه تزيين ولا محتاجه اي حاجه، يا دوبك هتتقطع ترانشات كده وتتاكل مع قهوه مع شاي. بس انا يعني حابه احط لها كده سكر بودره على الوش، يعني حاسه هيبقى شكلها حلو قوي. الريحة بتاعتها حلوة قوي يا جماعة، ريحة الفراولة تجنن. جربوها بقى وهتعجبكم، وقولوا لي حسيتوا بايه لما اكلتوها. انا قلت ما سيبكوش كده، لازم اقطعها واجربها معاكم. هي طبعا فيروز يا جماعه، انا ملحقتش بجد اصورها لكم، يعني احنا تقريبا كلناها. بصوا هي اسفنجيه وخطيره، وبصوا الفراوله كده موجوده في الكيك ازاي. معلش هي الاضاءه ظلموها بصراحه، بس فجربوها بقى وان شاء الله تعجبكم.